ازاي تطلع الثغرات من المحضر؟ يا اخواتي شباب المحامين، ركزوا معايا في الفيديو ده كويس جدا عشان ان شاء الله اقدر افيدك. لو جالك جارك او صاحبك او صديقك وبيقول لك انا عندي محضر ومش عارف اتصرف ازاي، وخد المحضر وشوف ازاي هتقدر تترافع فيه وتجيب لي فيه براءه، يا ترى هتعمل ايه؟ ركز معايا عشان اقول لك ازاي تطلع الثغرات من المحضر. اول حاجه واهم حاجه هو ان انت تقرا المحضر اكتر من مره لحد ما يثبت في دماغك باكتر من 80%. بعد كده تبدأ إن أنت تطلع الثغرات، وأقول لكم على 3 ثغرات على سبيل المثال، وهو الكلام اللي مش منطقي، أو إن يبقى في خلاف سابق، أو إن الكلام مادة العقاب تكون مختلفة عن الفعل المجرم. يعني إيه؟ الكلام اللي مش منطقي ده وهو بنسميه في القانون عدم معقولية تصور حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق. أما الخلاف السابق فبنسميه كيدية الاتهام وتلفيقه. والحاجة التالتة وهو انتفاء أركان الجريمة بركنها المادي والمعنوي، وإذا كانت جريمة ليها قصد جنائي خاص فبيبقى انتفاء القصد الجنائي الخاص للفعل المجرم. خليني بقى أديكم مثال على كل واحدة فيهم. الكلام الغير منطقي لو واحد جه مثلا وقال لك أنا اتلموا عليا 12 واحد وضربوني، وعمل تقرير طبي، وجه إن التقرير الطبي إن عنده كدمات وسحجات وحاجات بسيطة خالص، يبقى هل من المنطق ان 12 واحد لما يتلموا على شخص واحد هيصيبوه الاصابات دي، ولا الاصابات هتكون جسيمه؟ فهنا الموضوع بيبقى فيه عدم معقوليه، فده دفع تقدر ان انت تستخلصه من الاوراق. اما الدفع التاني وهو الكيديه، النهارده محاضر زي محاضر الضرب بيبقى اساسها هو التقرير الطبي، واذا كان اللي عامل ضدك محضر ده شاطر وفاهم يبقى يعمل لك محضر ضرب مقفول قفله ضبه ومفتاح، اللي هيخرجك منها انه يكون في كيديه بينك وبينه، ان في مشاكل حصلت بينك وبينه واوراق تثبت كده. يبقى اول واهم دفع عندك هو الكيديه، وده تثبته اول دفع. ولما تيجي تترافع تقول سعاده الرئيس احنا بنتمسك بكيديه الاتهام وتلفيقه، لان هذا الدفع هو العمود الاساسي في تلك الجنحه، الكيديه التي تفوح من كل سطر وكل كلمه ادلى بها المجني عليه. هنا انت بتلفت انتباه القاضي ان الموضوع فيه كيديه مدعومه بالمستندات اللي انت هتقدمها، وهنا القاضي بيبدأ يفهم ان الموضوع ليه ابعاد تانية. تالت دفع واخر دفع هكلمك عنه هو انتفاء اركان الجريمه بركنيها المادي والمعنوي. على سبيل المثال جريمه السرقه، وجريمه السرقه عرفها المشرع بايه؟ بانها استيلاء على مال منقول مملوك للغير بنيه ايه؟ بنيه تملكه. إذن في جريمة السرقة لابد من توافر إيه؟ توافر نية التملك. يعني لو الراجل ده ما كانش عنده النية في إن هو يتملك الشيء، يبقى إذن انتفى الركن المعنوي للجريمة. وده كان حاجة بسيطة عن إزاي تطلع الثغرات الشائعة في معظم المحاضر. واكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم أي استفسار، أو إن إحنا ممكن نقول لكم إيه يفيدكم، وإن شاء الله هبقى معاكم وهقدر أفيدكم بإذن الله.